مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يحضر تخريج دفعة من دورة شرطية. دعوة للعمل على تطوير الرياضة في إقليم عنسبة. تنظيم دورة تدريبية لرفع كفاءة مراقبي المرافق الخدمية السياحية. الصين تستدعي سفير اليابان بعد تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان. كندا تتحرك لإحياء الروابط التجارية مع الهند بعد سنوات من التوتر. انهيارات أرضية في جزيرة جاوا تخلف قتلى ومفقودين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تخرج 761 من منتسب الدفعة 37 للخدمة الوطنية، من بينهم 154 خريجة من دورة تدريبية أساسية للشرطة استمرت شهرين في عد حله يوم أمس 13 من نوفمبر بحضور فخامة الرئيس السياسي الأفورقي. وأوضح مسؤول فرع التدريب الشرطي في مركز تدريب قوات الأمن والشرطة الرائد عندهم محاري في الكلمة التي ألقاها أن المتدربون تم تعريفهم برسالة وأهداف ومهام الشرطة وأنشطة مراكز الشرطة وأنشطة الأمن وأسس القانون والتحقيق في الجرائم والعلاقات العامة والتثقيف المدنية والإبلاغ والجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وحث قائد الشرطة الإريترية العقيد محاري تسقاي بدوره المتدربين على العمل بلا كلل في المسؤوليات الموكلة إليهم، فهم حراس الأمن والسلام وسلامة وحقوق المجتمع. وفي الختام قدمت الفرقة الفنية للشرطة الإريترية عرضا فنيا، كما تم توزيع الجوائز على المتفوقين في الدورة. دعا حاكم اقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الى تطوير الرياضه على اساس شعبي، ودعا في الاجتماع الذي عقد في 12 من نوفمبر بمدينه كرن للتقييم السنوي لانشطه الاتحادات الرياضيه. دعا جميع المديريات الى العمل لرفع ايرادات الرياضه بطريقه منظمه وتقديم المجتمع المساهمه الواعيه والكبيره. من جانبه دعا المدير العام لقسم الثقافه والرياضه السيد تراج حجي الى تعزيز دور المجتمع بشكل عام والجهات المعنيه بشكل خاص لتقويه الانشطه الرياضيه. تطرق التقييم إلى ضرورة التركيز على تقوية الرياضة في المدارس والاهتمام بمشاركة الإناث وتقوية التدريب والفرق الرياضية في المديريات. وذكر في الاجتماع رصف الملاعب الترابية 9 التي تم إنشاؤها في مديريات كرن وأصمات وحمل مالو وحلحل، وإسهامها الجيد في تطوير كرة القدم، ووجود برنامج لإنشاء ملعب مماثل في عتة كليزان. واقترح المشاركون إلى حل مشكلة العجز في الميزانية وإنشاء أندية إقليمية وزيادة دور مدراء المديريات في تطوير الرياضة وزيادة الدخل الرياضي وتنظيم التدريبات حتى في المستويات الدنيا. نظم قسم السياحة في الإقليم الأوسط دورة تدريبية يومي 13 و14 من نوفمبر في العاصمة أسمرة لرفع الكفاءة المهنية لمراقبي المرافق الخدمية. تضمن التدريب المنظم بالتعاون مع قسم خدمات الرقابة الإقليمية ووزارتي الصحة والثروة البحرية سلامة الغذاء ونظافة العمال وحفظ الأغذية وأسباب وأضرار تلوث الغذاء والأسماك. وقالت مسؤولة قسم السياحة السيدة ليا جبرعة في المناسبة أن الهدف هو خلق علاقات عمل وطيدة بين مراقبي المرافق الخدمية السياحية والمؤسسات الشريكة وتسيير أعمال فاعلة. وناقش المشاركون في التدريب التحديات والنواقص، مؤكدين بضرورة العمل لتطبيق المعرفة المكتسبة. ذكر المزارع النموذجي تسفسلاس أميني، وهو مزارع نموذجي يعمل في مجال البستانات بقرية هبرنقاقة بمديرية عتة كليزان، أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنعه من تحقيق الهدف المنشود إذا كان متسلحا بالعزيمة والإرادة. وأضاف أنه على الرغم من صعوبة أعمال البستنة إلا أنها ليست صعبة عندما تتكامل مع المهارة والحكمة، مشيرا إلى أن تأمين مصادر المياه أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف المنشود لكونه يؤثر على الإنتاجية بشكل مباشر. وأفاد المزارع تسفسلاس أن المديرية لم تكن مشجعة لتنمية البساتين حيث لم يكن هنالك مصدر للمياه بالقرب منها، وأنه يأمل في حصاد محصول وفير حيث تمكن من تأمين مصدر المياه لحديقته من مسافة 3 كيلومترات.
وذكر المدير التنفيذي لضاحية وارا السيد عثمان صالح بأن العديد من المزارعين في المديرية كانوا مترددين في ممارسة الزراعة بسبب نقص المياه، إلا أن قدرة المزارع المثالي تسفى سلاسي على الزراعة باستخدام التقنيات الخاصة به كانت مثالا للعمل الجاد والنجاح للكثيرين فضلا عن خلق فرص العمل. أوضح مسؤول وحدة التنمية المروية في فرع الزراعة بإقليم عنسبة المهندس مرهاوي عقبيس أن أنشطة التنمية الزراعية باستعمال الري بالجاذبية تلعب دورا هاما في تقليل التكاليف لأنها تعمل على تجنب استهلاك الوقود، وأن المزارع تسفى سلاسي مثالي بكل مميزاته لكونه مزارعا مجتهدا. هذا وتقع قرية هبرنقاقة إحدى قرى ضاحية وارا على طريق كرن أسمر الرئيسي على بعد 35 كيلومتر من مدينة كرن. أفاد مدير مدرسة مربى الابتدائية والمتوسطة بمديرية ملقية الأستاذ كفلون ولاي ازدياد مشاركة الإناث في التعليم، وأوضح بأن المشاركة ليست عددية وحسب بل هي أيضا نوعية، مشيرا إلى أن ارتقاء المدرسة إلى المرحلة المتوسطة عام 2007 ساهم في الحد من مقاطعة الطالبات للتعليم. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين أولياء الأمور والمعلمين والجهات المهنية لإيصال مشاركة الإناث إلى المستوى المأمول ورفع الجودة التعليمية وإرسال أولياء الأمور لأبنائهم إلى المدرسة في العمر التعليمي المحدد. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قمان. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، استدعت بكين السفير الياباني بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة بشأن تايوان وفق إفادات وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية. وكانت تاكايتشي قد صرحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار الدفاع الجماعي عن النفس. هذا وأعربت الصين عن معارضتها بالشدة لموافقة الولايات المتحدة على بيع تجهيزات عسكرية لتايوان تناهز قيمتها 330 مليون دولار في أول صفقة من نوعها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي أن بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان ينتهك بشكل خطر مبدأ الصين واحدة، مضيفا أن الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة. وقد وافقت الولايات المتحدة على بيع تايوان تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في تايبي. في زيارة إلى الهند، قال وزير التجارة الدولية الكندي مانندر سينهو أن كندا تأمل في إعادة بناء العلاقات مع شريكها التجارية الكبيرة الهند في محاولة لتجاوز صفحة نزاع دبلوماسي استمر سنوات. وأبلغ أنه أجرى اجتماعا مثمرا مع وزير التجارة الهندي بيوش غويال في نيودلهي، وذلك خلال جولة تستمر 3 أيام. هذا وتعد زيارة الوزير واحدة من أعلى مستويات التواصل التجاري بين كندا والهند منذ توقف مفاوضات اتفاق ثنائي عام 2023. وكان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو قد قال بوجود روابط موثوقة بين حكومة ناريندرا مودي واغتيال زعيم انفصالي سيخي كندي في مقاطعة كولومبيا البريطانية في يونيو عام 2023. ونفت نيودلهي هذه الادعاءات نفيا قاطعا، مما دفع البلدين إلى طرد دبلوماسيين من كلا الجانبين وتعليق خدمات التأشيرات في كندا. قال مسؤولون في أندونيسيا أن الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوا الأندونيسية أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين، ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين البالغ عددهم 21 شخصا. وذكر مسؤولون في بيان أن عدة أيام من الأمطار الغزيرة في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضرارا بعشرات المنازل في 3 قرى بمقاطعة جاوا الوسطى. وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البيان أن حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحديا لفريق البحث والإنقاذ في البحث عن الضحايا أثناء ما يسمى بالساعة الذهبية. وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل في الفترة من أكتوبر إلى مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أندونيسيا.
في الخبر الأخير أطلقت شركة بلو أوريجن بنجاح مسباري ناسا التوأمين حول المريخ على صاروخ نيو جلين، وحققت أول هبوط لمعزز صاروخها في إنجاز كبير لطموحات الشركة على صعيد اكتشاف القمر والفضاء. وانطلق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 321 قدما من كيب كانفيرال بعد أيام من التأخير بسبب الأحوال الجوية، وتمكنت الشركة للمرة الأولى من إنزال المعزز بوضع عمودي على منصة عائمة في المحيط. وسيقضي المسباران عاما واحدا قرب الأرض قبل التوجه إلى المريخ في عام 2025، على أن يصلا في 2027 لدراسة الطبقات العليا من غلاف الجوي والحقول المغناطيسية للكوكب. وتدار هذه المهمة مخفضة التكلفة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يحضر تخريج دفعة من دورة شرطية. دعوة للعمل على تطوير الرياضة في إقليم عنسبة. تنظيم دورة تدريبية لرفع كفاءة مراقبي المرافق الخدمية السياحية. الصين تستدعي سفير اليابان بعد تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان. وكندا تتحرك لإحياء الروابط التجارية مع الهند بعد سنوات من التوتر. انهيارات أرضية في جزيرة جاوا تخلف قتلى ومفقودين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.